بالنسبة بقى لظاهرة إن جمهور ولاعبي ونجوم وإدارة نادي الزمالك بتشجع بيراميدز، الفكرة هنا أبعد جدا من كونها نكاية في الأهلي أو إن بيراميدز والزمالك توأم أو إن الزمالك دخل بنفرين. الموضوع مش كده. أنا كان ليا بوست على فيسبوك وعلى تويتر من سنة 2020 كنت بقول فيه السيناريو ده، مش بقول إن أنا جامد وإن أنا شايف وعالم ببواطن الأمور، ولكن اللي حصل إن أنا كنت شايف الرؤية دي. كنت شايف ان تركي آل الشيخ مش مجرد طفل معاه فلوس بيرميها هنا وهنا وبيعاند في النادي الاهلي وبتاع. لا لا لا، الراجل ده راجل مستثمر، راجل بيشتغل باسم بلد. تركي آل الشيخ ده وزير هناك، مش مجرد تاجر حتى، راجل وزير. هو بيتصرف بسياسة بلد. الناس دي بتحاول تاخد الريادة وهم حقهم على فكرة، من حق كل واحد انه يحط بلده في المقدمة بأي شكل من الأشكال. الراجل جه، ازاي هقدر اسحب كل الانظار ليا من خلال النادي الاهلي، النادي الاكثر شعبيه وجماهيريه في الوطن العربي، شاء من شاء وابى من ابى، على راي السيد احمد دياب يعني. دخل وحاول يسيطر وحاول يعمل، ولكن النادي الاهلي عنده سياسات واضحه، وهي شكرا انك بتمدنا بفلوس، شكرا انك بتمول صفقاتنا، ولكن مرتبات اللعيبه اللي هي التزامات عليا كنادي انا بس اللي حدد سقفها. ليه انا بس اللي حدد سقفها؟ علشان لو حصل اي خلاف او حصل عندك انت كشخص ظروف، ما اقدرش اجبرك انك تدفع للناس دي فلوس، وبالتالي لازم تكون تحت نطاق امكانياتي علشان اقدر التزم بيها لاخر العقد. حصلت المشكله بتاعه عبد الله السعيد، وحصل التفرقه ما بين تركي آل الشيخ ومجلس اداره النادي الاهلي، سواء بقى مفتعله او غير مفتعله. النادي الاهلي كان بيحاول يعمل حاجه وتركي آل الشيخ ما كانش عاجبه، او تركي آل الشيخ كان بيحاول يعمل حاجه والنادي الاهلي مش عاجبه. حصلت التفرقه، وبدا تركي آل الشيخ يروح يكيد في النادي الاهلي. لا خالص، ما كانش بيكيد في النادي الاهلي. هو كان بيعمل حاجه تانية خالص، هو كان بيوجد كيان اخر. الكيان ده عبارة عن نادي الأسيوطي اللي تم شراؤه وتحويل اسمه لنادي بيراميدز، وبدأ يستقطب لعيبة جيدة جدا من كل مكان، سواء بره مصر أو جوه مصر، وكان بيدفع فلوس بسخاء جدا جدا جدا، والكلام ده الأمثلة كتير عليه. لحد هنا هو قادر يعمل ده، لأن الفلوس تقدر تشتري لعيبة وتقدر تشتري مدرب وتقدر تشتري إعلام وإعلانات وتسويق وكل الكلام ده كله. لكن في حاجة ما يقدرش عليها الفلوس، إيه هي؟ الحاجة دي اسمها الجماهيرية والإرث التاريخي. انت علشان تزرع جماهيرية لنادي انت محتاج سنين وسنين وسنين، وخصوصا انك داخل في وسط عملاقين، النادي الاهلي بتاريخه وسمعته وجماهيريته، ونادي الزمالك بتاريخه وسمعته وجماهيريته. فانت هتلاقي فين مكان في وسط الناس دي. احنا حتى الناس اللي بتشجع الاسماعيلي بيكونوا اهلاويه او زملكاويه، الناس اللي بتشجع المصري اهلاويه او زملكاويه، الاتحاد اهلاويه او زملكاويه، فانت هتلاقي نفسك فين. فهنا جت الفكرة. فكرة ايه؟ فكرة اغراق الزمالك بالديون. انا هروح هتودد للزمالك، مش عايز ابقى رئيس شرفي، مش عايز ابقى اعمل اي حاجة، انا كده كده عندي النادي. ولكن انا هجيب لهم جروس، وهجيب لهم فرجاني ساسي، وهجيب لهم بن شرقي، وهجيب لهم الجهاز الفني الكامل بتاع جروس، وهجدد لهم للعيبة بارقام هايلة جدا، وهدفع وهلتزم وهعمل كل حاجة لحد ما جمهور الزمالك يشعر بتوأمة كاملة ما بين الزمالك والاسيوطي او بيراميدز. وبعد كده يكون دعم جمهور الزمالك لبيراميدز بيساوي او يكافئ دعمه لنادي الزمالك، لان ده حبيبي واخويا والتوأم بتاعي اللي بيصرف وما بيبخلش عليا باي حاجه. انا وبيراميدز هنبقى ايد واحده، وبعد ما انا وبيراميدز هنبقى ايد واحده، هيجي في لحظه ما يشترك بيراميدز في البطولات الافريقيه ويحصل على الدعم الكامل من جمهور نادي الزمالك، ويوصل لمدى بعيد، وبعد شويه يوصل انه يشترك في بطوله دوري ابطال افريقيا. وفي اللحظه دي يجب رفع ايد المستثمر، ايا كان بقى اسمه تركي آل الشيخ او الشمسي او هو ايفر يعني، هيرفع ايده عن الدعم المالي لنادي الزمالك، ومن ثم يلاقي جمهور الزمالك واداره نادي الزمالك نفسهم غرقى في مواجهه التزامات وعقود ومرتبات هم ما يقدروش عليها. انت عندك كميه ديون انت تايه فيها، الله اعلم بمداها. وبعدين طب هشتري لعيبه ازاي؟ هدعم الفريق ازاي؟ انا يا دوب بسدد في ثغرات كتير جدا في الفلوس علشان ابدا يبقى عندي قيد اشتري لعيبه
اعمل فريق، اكون مستقبل قد يكون جيد او غير جيد هنشوف، ولكن ببقيه الفلوس اللي يدوب على القد هشتري لعيبه كواليتي اقل جدا من اللي عند الاهلي واللي عند بيراميدز. يبقى انا دلوقتي هنافس مين؟ وبعد ما قطبين الكرة المصرية طول تاريخ الكرة المصرية كانوا أهلي وزمالك، دلوقتي بيراميدز بياخد مكان الزمالك اللي جمهوره لا يجد غضاضة إطلاقا في إنه يدعمه ويشجعه ويكون جمهور لبيراميدز. أنا ما عنديش مشكلة، ولكن عندي مشكلة تانية خالص. أنتوا سايبين الزمالك لمين؟ الزمالك بيتم الاستيلاء على إرثه التاريخي وجماهيريته. الكلام ده أنا قايله من 4 سنين، الكلام ده بقى واضح جدا دلوقتي، والكلام ده هنعوزه كمان 5 سنين. البوست هيكون اللينك بتاعه تحت في التعليقات لو حابين تقروه وتقولوا الله ينور. السلام عليكم.